السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة البقسماط في البيت كده بطريقة سهلة ولذيذة، وهتكون طبعا اوفر بكتير من اللي انت تشتريه برا، وانضف. وبصي يعني مجرمش خالص وهش كده من جوا. تقدري انت تاكلي بيه سكسجي في الشاي، او في الاولاد، او تدي الاولاد الصبح باللبن، او سناك كده ما بين الوجبات. حاجه كده خفيفه ولذيذه ومش مكلفه خالص خالص. يلا بينا نشوفوا ايه المكونات. قبل ما نشوف المكونات زي احنا متعودين نصلي على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معنا اول حاجه 4 كوبايات دقيق ورشه ملح. معايا معلقه خميره فوريه ومعلقتين سكر. تمام. الكمية دي هتعملي كمية كبيرة خالص. ومعايا ربع كوباية زيت وكوباية مية. والمية دي انا مش بديلها معيار، يعني اللي هو غير لما اشوف الدقيق بتاعي عاوز إيه. اهم حاجة بقول لكم ازاي العجينة بتبقى سمكها ايه. تمام. بحط السكر وبحط الخميرة في مية، واحط في بولة، واحط عليهم المية كوباية مية دافية كده علشان تتفاعل الخميرة معايا. والطريقة دي بحبها خالص. علشان ايه؟ لما اكون عايزة انجز في الوقت كده والعجين بتاعي يخمر بسرعة، بجيب السكر والخميرة وخليهم يخمر كده حوالي 5 دقايق 3 دقايق بس، ويتفاعلوا معايا كده ويتضاعفوا. حطيت انا هنا رشة الملح على الدقيق وقلبتهم كويس. بحط طبعا المكونات الجافة اللي وبعد كده بنزل بالمكونات ايه السايلة. نزلت انا هنا الخميرة الفورية اللي خلاص خمرت، نزلت في قلبها كده بربع كوباية زيت عشان ما تلكلكش معايا. وبقلب كده. هنا العجينة بتاعتي هتكون ايه؟ العجينة بتاعتي هنا هتكون تخينة، يعني مش اللي هي ناشفة جوه ولا طرية ملزقة، لا متكونش ملزقة. تبقى تبقى تخينة. هوريها لكم عاملة ازاي. بس كده انا خدت كوباية. ادي الكوباية التانية بنزل فيها حبة حبة. هي تاخد كوبايتين. تمام. بس ممكن تاخد اقل او اكتر على حسب نوع الدقيق. تنزل حبة تاني. واهم حاجة انك انتي بايه تقعد تعجني فيها حوالي ربع ساعة تلت ساعة، علشان تطلع معاكي ناعمة كده ومتجانسة. تطلع معاكي جميلة جدا روعة يعني. وحاجات بصي في البيت، يعني مش محتاجة ولا بيض ولا لبن ولا سمن ولا اي حاجة مكلفة خالص غير معاكي الدقيق بس. هو الدقيق اللي يعتبر اللي هو فيه التكلفة، بس هو مفيهوش تكلفة ان اي بيت فيه دقيق الحمد لله يعني. تمام كده. بعد ما عجنتها ربع ساعة، بصي طلعت ناعمة معايا ازاي. بصي اللي هي تخينة مش بتلزق خالص في ايدي. واسيبها تخمر كده حوالي نص ساعة. بعد ما تخمر بهبطها كده تاني كلها وبنزلها. عشان ايه؟ هقطعها كور صغيرة، كور كده قد الليمونة كده الصغيرة بس. تمام. قطع كل الكمية دي كور علشان هي الحركة دي بتسهل عليا ان انا ايه هاخد الكرة الصغيرة دي وهقعد ابرم البقسماط بتاعي. خلصت كل الكمية. جبت بقى اللي قطعتها الاول تكون استريحت، يعني حوالي دقيقتين 3 من لما اكون قطعت باقي العجين. باخد اللي قطعته الاول. تمام. وبفرده كده، ابرمه في صينية او في صاج عادي مش مشكلة يعني اللي عندك. وبحطه في صينية يدوبك كده مدهونة كده دهنة خفيفة خالص بزيت. وبحطه جنب بعضه. وكل ده اللي هيخمر برضو تاني عشان كل ما بتخمري كده الحاجة بتبقى معاكي هشة. ممكن هنا احط له سمسم او عزب سادة، او ممكن تحطي له حبة البركة، او ممكن تحطي له كمون براحتك اللي انت عايزاه. وادخلهم على نار هادية مش عالية قوي، اللي هي تحت المتوسطة بشوية. يطلع معاكي بالنظام ده. بصي مقرمشة خالص وحاجة يعني لذيذة لذيذة لذيذة.
وموفرة وشايفاها ان هي نظيفة وانت عاملاها بايدك، وكل حاجة من مكوناتها من البيت. اذا وصلت لحد هنا يا ريت تدعموني علشان انزلكم مزيد من الفيديوهات، تديني لايك واشتراك، وتقولوا ايه اللي عملتوا ايه بالطريقة بتاعتي، ايه اللي حصل معاكم في التعليقات. الى اللقاء، باي باي.